أنيقة تفتتح ملعب برلين الأولمبي مسرح ليلة الختام المقررة مساء 14 من شهر يوليو. هذا الحفل يمهد لمواعيد متعاقبة تغطي 9 ملاعب أخرى نالت شرف استضافة نسخة هذا العام لنهائيات أوروبا لكرة القدم. مع بدء العد التنازلي لانطلاقة بطولة كأس الأوروبية في ألمانيا 2024 تتسارع وتيرة التحضيرات لوضع اللمسات الأخيرة على الملاعب في المدن ال10 التي ستستضيف المباريات، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها السلطات المحلية لحماية حوالي 3 ملايين مشجع في الملاعب ال10 و12 مليون مشجع ستعج بهم مناطق المشجعين في الساحات العامة. كما تشاهدون لقد أصبحنا جاهزين تماما لاستضافة البطولة. حتى الجماهير الألمانية استعدت أيضا بشكل جيد لتقديم كل شيء يساهم في إنجاح البطولة. أتمنى أن يقدم منتخبنا أداء ونتيجة جيدة، لأن ذلك سيساهم في الحفاظ على الحماس. أتينا من هولندا لتشجيع المنتخب. رغم أنني لست متفائلا بقدرتنا على الفوز باللقب، أرشح فرنسا. الأجواء هنا جميلة، وتبدو تحضيرات ألمانيا جيدة لاستضافة هذه البطولة. وتتجه أنظار القارة الأوروبية إلى ألمانيا التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ توحيدها، وتراهن على إمكانيتها الكبيرة لتنظيم بطولة ناجحة ومستدامة مستفيدة من اقتصادها الضخم وتراكم خبراتها السابقة في استضافة أبرز الأحداث المونديالية والقارية، وتعيد في الوقت نفسه الشغف للجماهير الألمانية بعد الفشل المستمر الذي لاحق منتخبها في السنوات ال10 الأخيرة. نحن حوالي 16,000 متطوع في مختلف المدن المستضيفة و1600 في برلين وحدها. تدربنا بشكل جيد للتعامل مع الجماهير لإنجاح البطولة. انتهينا من كل التحضيرات وننتظر بفارغ الصبر إطلاق صفرة الافتتاح. نتطلع للاستفادة من هذا الحدث الكبير على أراضينا، ليس فقط رياضيا بل اقتصاديا وسياحيا وثقافيا. سنستقبل جميع الجماهير بصدر رحب، ولن نكتفي بإظهار ثقافتنا بل سنتعلم من الثقافات الأخرى أيضا، وآمل أن يحقق اقتصادنا نموا جيدا ونعوض تكاليف الاستضافة. أيام قليلة تفصلنا عن صافرة ضربة البداية لانطلاقة هذه البطولة، لينتهي حينها الحديث عن مدى جاهزية ألمانيا لاستضافة اليورو، ويبدأ الحديث عن المرشح الأفضل للفوز بهذه البطولة على أرض هذا المستطيل الأخضر. بأس الحمد لقنوات الكأس، برلين.